تعاطى سكان القرية مع المستوطنين. صراع حقيقي للسيطرة عليها من قبل المستوطنين الإسرائيليين. إبراهيم، كيف بتعاطى السكان بالفعل مع هذول المستوطنين واعتداءاتهم؟ هل في عنف مقابل عنف؟ هل في أي نوع آخر؟ كيف عم بيكون هذا التعاطي؟ يعني المواطنين الفلسطينيين في قرية كيف الحادث في الحقيقة هم يتعاملون مع الأمر كأنه أمر واقع، لا يستطيعون أن يغيروا أو يبدلوا أو يؤثروا حتى لأي شيء مما يحاول المستوطنون أن يفرضوه على أرض الواقع، طبعا بالتعاون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن تفاجأنا أن عندما يدخل المستوطنين إلى هذه القرية هناك مئات من جنود الاحتلال الإسرائيلي التي تصل مسبقا وتنتشر بين كافة أسطح المنازل. هناك أيضا شهيدة قد سقطت في هذه القرية، والسبب أنها فقط كانت تنظر من أمام نافذة منزلها باتجاه المستوطنين وماذا يفعلون وكيف يؤدون الطقوس الدينية الخاصة بهم. هناك حالة من عدم الارتياح في هذه البلدة، لا سيما أن المستوطنين أيضا عندما يصلون إلى هذه الأماكن نجد أن المواطنون الذين يسكنون في محاذاة هذه الأماكن هم أيضا يعانون معاناة كبيرة، سواء عن طريق الانزعاج أو عن طريق إخضاعهم لمتطلبات أمنية معينة يفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة. نعم، يعني إذا بقي الحال على ما هو عليه محمود، إذا بقي الحال على ما هو عليه، طبعا احنا عم نشوف هذا الشيء في استمرار وموجود من زمان وشكله رح يكمل أو مش رح يكمل، أنت شو شايف؟ يعني في الحقيقة بالعكس، هذا الأمر هو يزداد بصورة كبيرة جدا، خاصة أنه كما قلت لك في البداية هناك غياب كامل من الجهود الرسمية الفلسطينية للاستيلاء أو لمنع المستوطنين الإسرائيليين من مواصلة أعمالهم. المستوطنين الإسرائيليين لم يكتفوا بس بالوصول إلى هذه الأماكن وتأدية الطقوس الدينية الخاصة بهم، بل هم أيضا كما سمعنا ربما بالتقرير قاموا بسرقة أحد الحجارة التي كانت تعود لعصر صلاح الدين الأيوبي وإخفائها بالكامل ووضع مكانها لأحد الأنبياء اليهود الخاصة بالمستوطنين. هؤلاء المستوطنين هم يعملون بشكل كبير جدا وبشكل مميز جدا. نعم، يعني محمود بما انه هالقد الاماكن هي اماكن دينيه وتاريخيه حتى نقدر نقول، كيف ممكن انه نستفيد منها كفلسطينيين سياحيا دينيا نحافظ عليها؟ شو هي الاجراءات اللي لازم تتخذ حول هذا الموضوع؟ يعني قبل ما يمكن الترويج له سياحيا في الحقيقه هو صح السؤال كيف يمكن الحفاظ عليها. في الحقيقة هناك يجب أن يكون هناك جهود كبيرة وكبيرة جدا ضمن خطة استراتيجية مدروسة وممنهجة لإثبات أن هذه الأماكن التاريخية والدينية هي تعود للعصر الإسلامي، لا تعود بالمطلق إلى العصر اليهودي، وإن كانت بعضها يدعي أن أحد القادة اليهود مثل يوشع بن نون قد مر من هذه القرية أو سيدنا يونس عليه السلام، ولكن نحن كمسلمون نؤمن إيمانا كاملا بأننا نؤمن بكافة الرسل التي قاموا بحمل الرسائل السماوية للدعوة للمواطنين. إذا مين اللي لازم يحافظ عليها؟ أي وزارة؟ محمود، مين لازم يحافظ على كل هذا التاريخ؟ أي وزارة فلسطينية لازم تحط إيدها على الموضوع وتحافظ عليه؟ بداية من هذا الموضوع تعال ننطلق. يعني هناك جهود مشتركة، يعني وزارة الآثار أيضا لها دور في هذا الموضوع ودورها غائب، وزارة السياحة دورها غائب، كما قلت وزارة الشؤون الدينية، وزارة الأوقاف. يعني هناك جهود مشتركة هي بالفعل غائبة عن هذا الموضوع الذي هو في الحقيقة تفاجأنا أن يمكن القول أنها هناك حرب باردة بالفعل تتم من قبل المستوطنين الإسرائيليين، ليست بالاستيلاء على الأراضي أو قطع الأشجار أو بناء المستوطنات، بل هي حرب حقيقية للاستيلاء على هذه الأماكن التاريخية الإسلامية وتغيير معالمها حقا الحقائق لصالح المستوطنين المستضعفين. محمود برهم، شكرا جزيلا لك. ومن سلفيت إلى العاصمة الفلسطينية الأبدية القدس.